على بعد 3 كيلومترات شمال مركز مدينة الخليل يقع معلم أثري فلسطيني من أقدم المواقع التاريخية، وهو بئر حرم الرامة الذي يتكون من سوق وبئر ومعبد اجتمعت في مكان أثري واحد. هذا المكان الأثري يمتد عمره لأكثر من 4000 عام، وهو مرتبط بشكل أساسي بقدوم النبي إبراهيم عليه السلام وإقامته في الخليل، وارتبط موقعه بأحداث تاريخية هامة، كونه يعتبر مركزا وشاهدا على تنوع الأديان في هذا المكان إلى جانب مركزيته التجارية خلال العصر الروماني. مدير عام وزارة السياحة والآثار في الخليل أحمد رجوب يحدثنا أكثر عن التسمية وأهمية المكان التاريخي. يعتبر بئر حرم الرامة من أهم المواقع الأثرية الموجودة في الخليل، وهو ثاني أهم موقع أثري بعد الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل. طبعا الموقع مرتبط بزيارة سيدنا إبراهيم لفلسطين بشكل أساسي وللخليل، ويعتقد أن هذا المكان هو المكان الذي أقام فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام. وهذا المكان الصحيح مرتبط بمعجزة مهمة في التاريخ الفلسطيني وفي التاريخ الثقافي الفلسطيني، عندما زار الملائكة سيدنا إبراهيم وبشروه أن ستنا سارة حامل بسيدنا إسحاق. التسمية هي ممري، وممري هي نسبة لصاحب الأرض اللي سمح لسيدنا إبراهيم بالإقامة، هو طبعا أحد الكنعانيين اللي كانوا بيقيموا في هذا المكان، لأنه هذا المكان هو كمان جزء من موقع أثري ضخم، يعني مش ليس فقط بئر حرم الرامة هو المكان الوحيد الموجود. لذا في المصادر التاريخية يسمى هذا المكان ممري. منطقة بئر حرم الرامة مساحتها 3 دونمات، تحتوي على بئر ومعبد وكنيسة. تحدثنا أكثر نادية درام مديرة موقع بئر حرم الرامة. طبعا هذا موقع له أهمية أنه يحتوي على بئر أثري مهم حفره سيدنا إبراهيم عليه السلام، وطبعا كمان من الشغلات المهمة أنه يحتوي على كنيسة بناها الملك قسطنطين والملكة هيلانا. هذه الكنيسة لها أهمية كبيرة جدا بالنسبة للسائحين الوافدين من دول الأجنبية. طبعا إحنا بنقول خاصة مع انتشار المسيحية، طبعا فلسطين مهد الديانات، طبعا كمسيحية وإسلامية ويهودية من الأماكن المقدسة جدا. وطبعا هذه الكنيسة بتقدر تلاقيها على كنيسة الفسيفساء الموجودة في مادبة. طبعا الموقع هذا كأساس موجود، مش كخليل ككل، كموقع. يعني قد ايه هذا الموقع مهم جدا، يعني في له استقطاب بالنسبة للمسيحيين. طبعا احنا بنقول لهم دائما أهلا وسهلا وشرفونا. أحد الزائرين الذي حدثنا عن جمالية المكان وروحانيته. المكان هو مكان أثري تراثي جميل، يحتوي على كنيسة وبئر وأقسام حضارية وحجارة كبيرة. المكان أيضا مهم بالنسبة لنا كفلسطينيين، وهو جزء من هويتنا وثقافتنا، وهو يعود إلى عصور ويتحدث بتاريخه عن امتدادنا في فلسطين وعن جزء عن أبائنا والامتداد التاريخي لنا كفلسطينيين. هو مكان جميل جدا ومهم جدا أيضا. منطقة بئر حرم الرامة على صغر مساحتها، إلا أنها طوال عقود مضت كانت شاهدا على التعايش والتنوع بين كافة الأديان السماوية الثلاث، قبل أن تطأها قدم المحتل وتزعزع هذا الاستقرار وتزرع بين حواريها الموت والدمار. موفق عميرة لبرنامج احكي لي عن بلدي.